أهلا بيكم في حلقة جديدة من الاضطراب في الكبسولة. وطبعا زي ما عودناكم بعد كل اضطراب قصة جديدة بتتكلم عنه. النهاردة حكايتنا مع آية، عندها 28 سنة. كانت مرتبطة بواحد اسمه يوسف، شاب شكله كويس، لبسه شيك، كلامه حلو، وكل كان بيقولها انت محظوظة بيه. بس مع الوقت آية بدأت تحس بحاجة مش مظبوطة. يوسف دايما عايز يبقى محور الكون، أي خروجة لازم يكون هو اللي يختارها، أي قرار لازم يمشي بكلام، أي نجاح في حياتها كان بيحسدها عليه بدل ما يفرح لها. لما كانت بتحكي له عن تعبها في الشغل كان بيقطعها ويحكي عن إنجازاته هو، ولما كانت تزعل من تصرفاته كان بيتهمها إن هي حساسة عن اللزوم، أو إن هي مش مقدرة النعمة اللي هو عندها. كانت دايما بتحس إنها غلطان وإن هي مش كفاية، لحد ما في يوم راحت لدكتور نفسي عشان كانت تعبانة ومش فاهمة هي ليه طول الوقت مضغوطة ومتوترة. حكت له عن علاقتها بيوسف، والدكتور ابتسم وقال لها بهدوء: واضح انك بتتعاملي مع شخصية نرجسية. ايه نرجسية يعني ايه؟ بيحب نفسه وخلاص؟ الدكتور قال لها: لا، الموضوع أعمق من كده. الشخص النرجسي مش بس بيحب نفسه، ده دايما شايف نفسه أحسن من الكل، وبيستغل اللي حواليه عشان يحس بقيمته. مش بيعرف يتعاطف مع مشاعر حد، ومحتاج طول الوقت اللي حواليه يمدحوه ويطبطبوا عليه، ولو ما حصلش كده بيقلب عليه. أي بدأت تراجع كل تصرفاته معاه، وفهمت إن كانت بتحسه مش دلع ولا دلع بنات، ده كان ألم حقيقي بسبب إنه هي كانت بتحاول ترضي شخص عمره ما هيكتفي. وفي الآخر قررت إنها تحمي نفسها وسابت العلاقة، وخدت وقت عشان تتعالج من أثرها. وعرفت درس عمرها: مش كل اللي بيكون باين إن هو واثق من نفسه بيكون صحي. بعد ما آية سابت بقى يوسف، خدت وقتها عشان تلم جروحها، واشتغلت على نفسها، ودخلت علاج نفسي عشان تبني صورتها الذاتية من جديد وتكون نفسها. أما يوسف في البداية كان مكمل حياته عادي، فاكر إن هو مش محتاج حد. بس مع الوقت لما بدأ يخسر الناس من حواليه، بدأ يحس بفراغ رهيب. راح لطبيب نفسي مضطر مش برغبته طبعا، بس في الجلسات كان بيحاول يلبس قناع الذكاء والكمال كالعادة. لكن شوية بشوية الدكتور بدأ يكسر الحيطة اللي بينه وبين المشاعر الحقيقية. كانت رحلة طويلة، بس بدأ يتعلم ازاي يحس بالناس ويتقبل ان هو فكرة ان هو مش محور الكون. ومش بسهولة طبعا اتغير، بس على الأقل لأول مرة بدأ يسأل: أنا ليه لوحدي؟ ودي كانت أطول أو كانت أول خطوة علاج حقيقية.